السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اول حاجة قبل ما نقول اي كلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنعمل احلى كيكة ناجحة جدا 100% بدون اي خسائر بالطريقة دي لو اتبعتي الطريقة كاملة والتعليمات كاملة. زي ما انتوا شايفين اختبار الخلة اهو، او اختبار السكينة بتطلع نضيفة وزي الفل زي ما شفتوا في اول فيديو. تعالوا معايا ما اقول لكم على المقادير. اول حاجة الخلاط بتاعك واغسليه ونضفيه. تاني حاجة 4 بيضات، والله انا جايباهم من التلاجة، عليهم 2 باكوت فانيليا، بس مسافة ما حضرت مكوناتي كانت يعني اكيد البيض كان استريح. 4 بيضات كبار، لو صغير هتزودي. طبعا دي ليمونة بس عشان صغيرة حطيتها وبقشرها. باكيتين فانيليا شفناهم في الاول، معلقة خل علشان كل ده عشان الزفارة، والليمون بيخلي البيكنج باودر يتفاعل ويبقى ما شاء الله عليه، والليمون كمان. كده دورنا، هنفضل نضرب ضرب كويس جدا يعني لحد البيض ما يفتح خالص يبقى ابيض خالص. ضرب كويس ماشي. وبعد كده هتفضلي تضربي، وبعد كده هتحضري بقى معانا السكر اللي هو ايه، قد ايه، 1.5 كوباية سكر. المقدار ده هتعملي الكمية او الصينية اللي شفناها في الاول. عايزة تضاعفي المقدار او تضاعفي الكمية ده براحتك. دي يعني عايزة تعملي اكتر هتضاعفي الكمية، عايزة اقل هتقللي الكمية ماشي. بس المقادير دي هتبقى معانا ثابتة. هنحط بقى بعد كده السكر بقى ينضرب ضرب برضو كويس مع البيض. هتبقى 1.5 كوباية سكر، عايزاها عدبة هتقللي، عايزاها مسكرة هتزودي. دول 1.5 كوباية سكر. ما انتش عايزاه وعايزة تعملي بعسل تمام، عايزة تعمليه زي ما انت عايزة تستعمليه كدايت يعني وتخففي المقدار مفيش اي مشكلة. بس اهم حاجة الخطوات ورا بعضها. دي 1.5 كوباية سكر، يبقى نص السكر سمنة. فاهمين؟ يعني زيت قصدي. السكر هتحطي 1.5 كوباية، يبقى 1.25 كوباية. هتحطي كوباية سكر، هتحطي نص كوباية زيت. دي 1.25 كوباية، نص كوباية زيت والربع سمنة. عايزة تستعملي زيت خالص اوكي تمام، عايزة سكر، عايزة زيت بس سمنة بس اوكي تمام مفيش اي مشكلة. يبقى دي 1.25 كوباية سمنة على زيت ماشي. دي سمنة فلاحي يا جماعة. برضو هتنضرب ضرب كويس جدا جدا جدا، هنضربها ضرب كويس جدا ولحد ما الخليط كله يتجانس. بعد كده وبعد كده بقى هنحط بعد كده اللبن. دي معلقة تانج برتقان براحتك، عايزاها تمام مش عايزاها تمام يعني، دي اختياري، كانت عندي وانا حطيتها ماشي. مش عايزاها خلاص مفيش اي مشكله. دي كوبايه حليب بقى، ما عندكيش حليب وعايزه تستبدليها تبدا تستبدليها بقى ببرتقان فريش، برتقان تعصريه وتحطيها. هتستبدليها بميه، يعني بميه مثلا ميه مغليه بس يعني تكوني مبردها شويه، او تحطها مغليه ومع الضرب ده هتبرد. بس انا ما بحبش موضوع الميه المغليه على البيض لانه بيطيبه، فانا حتى لما بحطها ميه مغليه ببردها ماشي. زي ما انتوا شايفين كده. هنمسك بقى الصينية ندهنها بطبقة سمنة، دي في سمنة فلاحي متجمدة زي ما هي، وبمسك ادهنها في الصينية كده زي ما انتوا شايفين. طبعا كنا محضرين الفرن ومسخنينه، فرن يعني سخناه من اول ما بدأت اعمل. كنت مولعة الفرن، جهزت مكوناتي، وبعدين قبل ما احط الحاجة في الخلاط كنت مولعة الفرن على درجة حرارة 180. دهنا الصينية كويس جدا وهنبدرها بالدقيق. يعني هنمسك الدقيق كده نبدرها بيه علشان ما يلزقش. انا بحب بعد ما انطر الدقيق، شايفين بعمله ازاي، بحس ان ما يبقاش على الكيك من بره تحس ان الدقيق عليه لما بحطه واسيبه كده، لا بحس ان الدقيق عليه من بره كده حتت دقيق كده. فانا لا، هنفضي الخليط بقى بتاعنا كله في بولة.
زي ما انتوا شايفين كده. وهنجيب مصفى او منخل، او شوف انت بتحللي الدقيق بايه. ماشي. وبعد كده انا يعني المقدار ده خد مني 2.5 دقيق. انت بقى هتحطي واحدة واحدة وتشوفي محتاج هتزودي، مش محتاج مش هتزودي، يعني واحدة واحدة كده وانت بتحطي الدقيق على حسب الدقيق. والله الدقيق ده يا جماعة دقيق من بتاع الغلة العادي اللي احنا بنخبز بيه، من بتاع الفلاحين خالص، اللي انا بعمل منه العيش والبكاكين والكلام من ده، من الغلة المغسولة المطحونة في البيت. انا اللي عاملاها وانا اللي خبزاها، يعني انا اللي غسلاها وانا اللي منشراها وطحناها وبعمل منها خبيزي وبعمل منها كل حاجة. انت بقى يعني انا مش الموضوع مش مكلف ان انت ونجاحها ان انت عامله بدقيق من البيت، لا والله ده دقيق من عندنا فلاحين. وان شاء الله هعمل لكم فيديو وانا بعمل الغله دي وبعمل منها كل حاجه ومفيش اي مشكله خالص. بس واحده واحده وانت بتحطي الحاجه دي. تاني كوبايه هنا خلتها وزي ما انتوا شايفين اهو. هنحط بقى ونقلب بالمضرب اليدوي العادي، مفيش ما عندكيش مضرب مفيش اي مشكله تماما. هتعملي بمعلقه. حطينا بقى البيكنج باودر اهو. انتي واحد يكفي، بس انا يعني ايه حطيت 1.5 على الكميه دي. انت 2 مفيش اي مشكله. انا حطيت 1.5 بيكنج باودر، بما يعادل يعني 1.5 معلقة. لو انت عندك مش اكياس، عندك اللي هو المحسن اللي هو بيبقى سايب ده، يبقى 1.5 معلقتين. لقيته محتاج شويه فحطيت كمان شويه. وتقلبي، تفضلي تقلبي بقى لحد ما الخليط بقى يعني ايه، الخليط يبقى تحسيه كويس معاكي، ما يبقاش سايب وما يبقاش تقيل. تقل منك هتحطي له شويه ايه لبن. خفيف منك هتزودي دقيق. انا كمان بحط مثلا في المقدار نص كوبايه نشا. مثلا هعمل 2 كوباية دقيق بحط نص كوبايه نشا. بس انا للاسف المره دي ما كانش عندي نشا، وكانت جميله جدا وهشه جدا وطريه من جوه وفيها فراغات وجميله. هتفضل الخليط بقى كلها في القارب او زي ما انتوا شايفين كده في الصينيه بتاعتكم. تفضلي تنزلي كل الخليط كده وتمسكي بقى الصينيه تحركيها او تخبطيها في الرخامه كده، او عندك خله شيف طووق هتمشيها في قلب الكيك كده. زي ما انتوا شايفين كده بنخبطها كده عشان نطلع اي فوارغ فيها. هنا كنا مشغلين فرن من اول ما بدأنا على درجة حرارة 170 كده. كانت ارتفعت شوية اهي، بس لسه قلبها زي ما انتوا شايفين جوه لسه كده بقت تمام وفل الفل. طلعناها اهو، وكنا عاملين لها الاختبار ده من جوه اصلا مش من دلوقتي. وبقت بسم الله ما شاء الله اهو، ما فيهاش اي حاجه. الاختبار ده لو هي لسه طريه بتطلع في السكينه، يعني ايه، بتلاقي السكينه او الخله طالعه متلحوسه، انما هي تمام اهي وزي الفل ما فيهاش اي حاجه. هتسيبها بقى لما تبرد، وبعد ما تبرد هتقطعيها وتقدمها في الاطباق وبألف هنا وشفا. احنا هوريها لكم بقى، هقطعها وهوريها لكم من جوه عامله ازاي. بسم الله ما شاء الله، حاجه تحفه بألف هنا وشفا. ربنا يحسن ما بين ايديكم. اللي عايزه بقى اقوله لكم، اهم حاجه في تركات الكيكه، انا مش عايزاها عايزه في سمك اعلى، هتحطها في صينيه اصغر. الصينيه دي اخر صينيه في الطقم، اللي هو التلات صواني اللي هي الألمونيا القوارب ده اكبر واحده فيهم. عايز لو المقاس الحجم اللي هو الوسط، لان في بيبقى احجام كبيره واحجام وسط واحجام صغيره، دي اكبر واحده فيهم. عايزاها طبعا في الوسط تمام. زي ما اوريكم شايفين بترجع تاني هشه وطريه وجميله ما شاء الله. بترجع تاني ومستويه كويس جدا.
كده انا قدمتها ويعني مليت الاطباق بيها وقدمتها. عايزة تعملي لها صوص تمام، مفيش اي مشكلة. مش عايزة خلاص. اللي عايزة اقوله لكم يا جماعة، الرف الاوسط في التسوية، الرف الاوسط. لو فوق الاوسط شوية تمام. يعني مثلا انت عندك وما تنسوناش في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.